السلام عليكم. كنت عايزة أقول نقطتين كده بس على السريع. أول حاجة، عيش حياتك وأنت بتذكر ربنا في كل وقت، وأنت قاعد وأنت بتشتغل وأنت ماشي. خلي ربنا في ذهنك وفي بالك دايما طول ما أنت بتعمل أي حاجة. تاني حاجة، ما تقارنش نفسك بغيرك، المقارنة مع غيرك هتجيب لك الضيق وهتجيب لك الألم. فليه؟ لا، قارن نفسك دلوقتي بنفسك بعد مدة، بعد ما تشتغل على نفسك. تالت حاجة، اسعى ورا حلمك وهدفك مهما كان، وما تخليش أي حاجة توقفك. رابع حاجة، اوعى تحزن مهما كانت الخسائر في عمرك، ومهما فاتتك حاجات انت بتحبها، محدش عارف. يمكن الحاجة اللي انت بتحبها دي تبقى هي مصدر الشر في حياتك او مصدر التعب في حياتك. خامس حاجة، حاول ما تكونش مثالي. تقبل النقص اللي عندك، كل الناس عندها نواقص، فتقبل النقص ده. ولو عندك نقاط قوة حاول تستغلها لصالحك. سادس حاجة، خليك مرن في كل حاجة في حياتك، وسيب مساحة للتفاوض مع أي شخص، وما تتعمقش قوي في العلاقات. خلي علاقتك مع أي حد بتقابله تبقى علاقة سطحية حفاظا عليك انت. آخر حاجة، هتبقى متميز ومختلف لما تعمل الحاجة اللي انت بتحبها، لما تسعى ورا رغباتك انت مش اللي الناس عايزاه. فشوف نفسك عايزة ايه.